بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حمص الشام او الحلبسه على حسب ما بتسموها. هنعملها بنفس عربيات الحمص بالظبط، واحسن كمان وانضف. هنعملها بقى في البيت بايدينا وتطلع معانا باللون الحلو دوت. وهقول لكم ايه سر اللون اللي مخليها طالع احمر كده زي ما بنشتريها من بره بالظبط. وكمان هنعملها بطريقه بسيطه جدا وبدون مكونات ولا اضافات كتير. هتطلع معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفين ده. مش قادره اوصف لكم ريحتها ولا طعمها كان عامل ازاي. شوفوا معايا الوصفه انا عملتها ازاي، وان شاء الله تعجبكم وجربوها وقولوا رايكم فيها في الكومنتات. وقولوا لي انتوا بتقولوا عليها ايه في البلد اللي انتوا موجودين فيها؟ بتقولوا عليها حمص الشام زي عندنا في مصر ولا بتقولوا عليها حلبسه؟ هنبدا في تجهيز الوصفه بتاعتنا. انا استخدمت هنا 3 كوبايات من الحمص. بنجيب الحمص الحبايه اللي بتكون الحبه بتاعتها صغيره، بلاش الحبه الكبيره، بتكون الحبه الصغيره افضل منها. وكمان هننضفها كويس جدا وتأكد من نظافتها. ونبدأ نحط عليها مية وننقعها تقريبا مش أقل من 7 ساعات كده، أو كمان لو عايزين تسيبوها ليلة كاملة براحتكم. بس هنا عملية النقع بتاعة الحمص مهمة جدا، لأنها هنا بتسرع معايا عملية السوى. أنا سبتها تقريبا كان دولت 7 ساعات. بعد 7 ساعات كانت نزلت كده المية الصفرة بتاعتها، شايفين كده لون المية كان عامل ازاي. هبدأ بقى اخد الحمص اغسله كويس جدا بمية نظيفة، واتأكد من ان انا غسلته وشطفته مرة واتنين وتلاتة. وهكون حاطة حلة على النار فيها مية سخنة. وبعد ما كده ما غسلت الحمص هنزل بالحمص في المية السخنة على طول، وهديله كده تقليبة وارفعه تاني على النار. هنا عشان عملية النقع مش هتاخد معايا نص ساعة سوا. لو انتوا مش ناقعينه تقريبا، لو انتوا ناقعينه ساعتين او 3، عملية السوا بتزيد شوية. بتدخلها تقريبا في ساعة او ساعة الا ربع. هنا بقى بعد ما بدأت تدخل في مرحلة الغليان، بتبدأ تطلع ريم كده على الوش. هنبدأ نتخلص من الريم ده كله، لازم نتخلص منه. لو عايزين تغيروا المية مرة تانية وتحطوا مية تانية جديدة وت... وتتخلصوا من الريم ده برضك براحتكم. انا هنا اتخلصت منه خالص ورجعت تاني رفعت الحمص على النار. هنبدأ بقى نكمل نحضر بقية الوصفة بتاعتنا. معايا هنا نص كيلو من عصير الطماطم. هحطهم في الخلاط واضربهم كويس جدا، وهصفيهم واتخلص من القشر بتاعهم. لو عاوزين تضيفوا مع الطماطم فصوص توم وحبة من البصل وتضربوهم كلهم مع بعض في الخلاط وبعدين تصفوهم، برضك اللي يريحكم. بس انا هنا ضربت الطماطم لوحدها وهحط فصوص التوم لوحدها. هحط فصوص التوم صحيحة، مش هحطها مهروسة او مضروبة مع الطماطم، عشان ما يكونش طعم التوم قوي قوي مع الحمص. يا دوبك بس انا عايزة التوم يطلع ريحة مع الحمص بس. هنا تقريبا ده كده بعد تلت ساعة بدأ الحمص دخل في مرحلة السوى. هوريكم حبة دلوقتي. طبعا احنا بنختبره الاول بنشوف هو استوى ولا لا. اول ما بنمسك حباية وتتهرس كده معانا بسهولة، بنعرف خلاص ان هو خلاص بدأ يستوي. اول ما يبدأ يدخل بقى في مرحلة السوى كده هنبدأ بقى نحط الاضافات بتاعتنا. احنا في الاول محطناش اي حاجة خالص، ولا ملح ولا اي حاجة، لان الملح كمان هيأخر عملية السوى بتاعتنا. نزلت بعصير الطماطم على الحمص، وكمان هحط معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. لو عايزين تحطوا حاجة واحدة منهم بس، عصير طماطم او معجون صلصة، برضك براحتكم. وهنا زي ما قلت لكم انا هحط هنا فصوص الثوم. حطيت 4 حبات من فصوص الثوم صحيح كده، يا دوبك بس يطلع ريحته مع الحمص. لو عايزين تضيفوا كمان بصلايه برضك براحتكم. كمان حطيت شرايح من الليمون. وكمان التوابل اللي انا حطيتها، حطيت ملح وكمون وكزبره ناشفه ورشه صغيره من البابريكا. وكمان حطيت نص معلقه صغيره من السكر عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. هنقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض، وهرفعهم تاني على النار. هيقعدوا تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة كمان يغلوا بس كده مع بعض. على ما يبدأوا يغلوا مع بعض تاني هنبدأ نجهز الدقة بتاعتنا. معايا معلقة كبيرة من الكمون، هحط عليها معلقة كبيرة من عصير الليمون. دول تقريبا كانوا حبتين من الليمون. وهحط بقى كمان كوباية من مية الحمص اللي احنا لسه مجهزينها مع بعض. هحط كده كوباية معاها. وكمان لو عايزين تضيفوا بقى شطة مع الدقة دي بتبقى حلوة جدا. بس انا ما حطيتش الشطة بقى، انا عندي اطفال صغيرين فعشان ما تبقاش حامية عليهم فهخلي الشطة بره لوحدها. خلاص كده الدقة بتاعتي بقت جاهزة معايا. وشايفين بقى هنا شكل الحمص كده خلاص خلص معايا وبقى جاهز. شايفين شكله عامل ازاي؟
ما تقلقوش يا بنات، شرايح الليمون اللي احنا حطيناها او الكمون اللي احنا حطيناه مع الحمص مش هيمرر خالص مع الحمص، بالعكس ده هيديله كده مزازة حلوة جدا الليمون، والكمون كمان هيدي ريحة حلوة جدا مع الحمص. هنبدأ بقى نجهز الكوبايات بتاعتنا ونحط فيها الحمص. طبعا احنا ما بنملاش الكوباية كلها حمص، احنا يدوبك بس بنحط نص الكوبايات حمص، وباقي الكوباية كلها بنخليها مية. طبعا تقريبا كل الناس بتحب مية الحمص اكتر من الحمص نفسه. هنعمل الكوبايات بتاعتنا كلها بنفس الطريقة كده، هنملي الكوباية لحد نصها حمص، وبعدين ازود باقي الكوباية كلها من المية، وكمان هزين الكوباية بشرايح من الليمون. هنحط بقى كده في الكوباية كلها مية الحمص. طبعا برضو احنا بنحط حسب الرغبة، يعني لو حد بيحب الحمص اكتر بيحب مية الحمص اكتر، بس هو تقريبا الناس كلها بتحب المية اكتر. هنعمل الكوبايات بتاعتنا كلها بنفس الشكل، وطبعا هنجيب بقى في الاخر الدقة بتاعتنا ونحطها كده، هنزود اللي حابب يزود من الدقة، واللي حابب يزود شطة يحط. وهنحط وبرضك ليمون، لو عايزين برضك تزودوا ليمون معاها بتبقى حلوة جدا. بجد بنات من احلى الحاجات اللي بنعملها في الشتاء، وبتدفي، وعملناها كمان من احلى من نشتريها من بره. بجد كمان وصفة سهلة وسريعة ومتاخدش وقت خالص ولا مجهود، وكمان اقتصادية. نص ساعة بالظبط هتكون جاهزة وخلصانة معاكم. جربوها يا بنات وقولوا رأيكم فيها في الكومنتات. وان شاء الله اشوفكم واكون انا كده خلاص وصلت معاكم لنهاية الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.